وقت الحساب. الخديوي إسماعيل وقت ما تولى حكم مصر كان الدين العام وصل ل 340 مليون فرنك، ولما الخديوي إسماعيل اتولى الحكم واتعزل وصل الدين العام لمصر بمقدار 2 مليار و500 مليون فرنك. انت متخيل ان قيمة الدين العام ده وصلت في فترة حكم 16 سنة بس ما نقدرش نلوم عليه او على طموحه، وانا هحاول على قدر الامكان الفيديو ده والفيديو اللي جاي اعمل لك حصر بكامل مصاريف الخديوي اثناء فترة حكمه، بس المصاريف اللي ذكرها التاريخ بس. ونبدأ بقناة السويس اللي تكلفتها وصلت ل 88 مليون فرنك، ده غير 84 مليون فرنك الغرامة اللي أصدرها نابليون الثالث. ومش بس كده، المهندس الفرنسي قدر يقنع الخديوي إسماعيل قبل افتتاح قناة السويس إن هو يجيب مخيمات للعمال ومستشفيات صغيرة وشوية حاجات تانية كده عشان يبان قدام ضيوفه الأوروبيين إن هو بيهتم بالأمور الإنسانية وبيخاف على العمال بتوعه. شوية الحاجات ديت اتكلفت 30 مليون فرنك، يعني إجمالي حفر وافتتاح قناة السويس كلف خزينة الدولة حوالي 200 مليون فرنك. ومعلومة كده على الماشي لو ما تعرفهاش، الخديوي إسماعيل كان بيمتلك 176 ألف سهم من أسهم قناة السويس، باعهم لرئيس وزراء بريطانيا بمبلغ 100 مليون فرنك. التاريخ ما ذكرش الفلوس ديت راحت فين. ومن هنا لحد ميعاد الفيديو اللي جاي تفتكر بقية ال 2 مليار و500 مليون فرنك الخديوي إسماعيل صرفهم في إيه؟